حملة مدني وثائقي. فهمني، هو احنا ليه هنقول للدستور لأ؟ الفقرة الثالثة من المادة 14 بتنص على ربط الأجر بالإنتاج وليست بالأسعار أو حتى بعدد ساعات العمل، وده مرفوض. المادة 62 من الدستور أن تخصص الدولة للرعاية الصحية نسبة كافية من الناتج القومي دون تحديد النسبة أو حتى تحديد أولوياتها في الموازنة العامة، ودي بنعتبرها صياغة مطاطة لأنها بتفتح الباب أمام استمرار الوضع كما هو بأن يكون إنفاق الدولة على التعليم والصحة مع بعض أقل من الإنفاق على الداخلية، وبالتأكيد الصرف على الداخلية أكتر من التعليم والصحة هيرجع التعليم والصحة ورا ويطلع السلطة والنفوذ والتحكم وأجهزة القمع لقدام، وده برضو مرفوض. الفقرة التانية من المادة 64 ودي بتفتح الباب أمام فرض العمل إجباريا بمقتضى القانون، وده بيدي الحكومة الفرصة لتشغيل المواطنين إجبارا. المادة 202 ودي بتنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية، وده يعني إن الأجهزة الرقابية مش هتبقى مستقلة، والأصل هنا هو أن تمارس هذه الأجهزة رقابتها على كافة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة، وبالتالي يجب ضمان استقلالها، ولهذا نرفض الدستور.